احنا من ساعه ما وعينا على الدنيا كل حاجه مترتبه لنا، كل تمارين عارفين، جدول، كل حاجه مكتوبه. فجاه بتخلصي جامعه، يلا انت محتاجه تكرري. طب اللي هو ازاي يا جماعه؟ انا مش عارفه اعمل كده اصلا. اللي هو ازاي؟ طب انا عايزه اعمل ايه؟ في ناس بتتوه، في ناس بتفضل زي ما هي، في ناس بتتغير، في ناس بتتجوز، في ناس بتخلف، في ناس تبتدي البيزنس بتاعها، في ناس بتشتغل شغلانه من 9 to 5. احنا فتره العشرينات دي كل واحد بيروح طريق. انا قعدت 5 دقايق بتكلمكم في فيديو اقسم بالله واتمسح. انا مش هبتدي تاني بس هحاول الخص اللي انا قلته. وقت العشرينات ده من اصعب الاوقات اللي في حياه البني ادم. كده كده في ناس هتجادلني، في ناس مش، انا بقول لكم رايي ماشي. فتره العشرينات دي لو انت شخص عشريني او انت شخص في العشرينات، اتفرج على الفيديو ده لانك انت بجد هتريليت موت اللي هتسمعه. يا سيدي بصي يا ستي، العشرينات دي وقت التجارب. وقت التجارب ده معناه ايه؟ هتقعي، هتفشلي، هتحاولي، هتتكسري، هتقابلي ناس وهيخرجوا بره حياتك، هتقابلي ناس ويكملوا مع حياتك، ناس هتخرج، ناس هتيجي، هتقعي، هتقفي، هتحبي حاجات، هتكرهي حاجات، هتوقفي حاجات، هتبتدي حاجات مختلفة. فترة العشرينات دي كلها تجارب، كلها تجارب. ليه؟ لانك انتي فكري فيها كده، كلنا بنكون في المدارس، طبعا احنا مش باختيارنا، بعد كده بعد ما نخلص المدرسة بنخش الجامعة برضو مش باختيارنا، يعني كل ده احنا يعني عارفين اللي هو مفيش اوبشنز كتير، هو 1 2 3 خلاص، هي ده اللي لازم نعمله، انت محتاجة تكرري. طب اللي هو ازاي يا جماعة؟ انا مش عارفة اعمل كده اصلا. اللي هو ازاي؟ طب انا عايزة اعمل ايه؟ في ناس بتتوه، في ناس بتفضل زي ما هي، في ناس بتتغير، في ناس بتتجوز، في ناس بتخلف، في ناس تبتدي البيزنس بتاعها، في ناس بتشتغل شغلانة من 9 to 5. احنا فتره العشرينات دي كل واحد بيروح طريق، وفي ناس بتبتدي طريق وبعد كده بتبدل مع الشخص التاني، عارفين اللي هو ايه، ده بيبتدي حاجه وده بيبتدي حاجه، بعد كده ده بعديها بفتره يعمل الحاجه اللي الشخص التاني ده عملها، وبعد كده الشخص التاني ده بيعمل. كلنا بنجرب، كلنا بنجرب وبنقع وبنفشل وبنحاول تاني وبنفشل وبنحاول تاني وبنفشل، بنحب وبنتكسر، بنقابل ناس وبيطلعوا. كل ده طبيعي، كل ده طبيعي. اللي مش طبيعي ان كل حاجه تكون figured out، يعني كل حاجه تكون متظبطه، كل حاجه تكون معروفه، ده اللي مش هيبقى طبيعي. اصلا تعرفي منين؟ ازاي هتظبطي حياتك اللي مثلا يعني في خلال مثلا سنه، ازاي حياتك كلها تتظبط لبعد كده؟ ازاي متوقعه انك انت ترسمي مستقبل كامل في خلال يومين 3؟ مش معقول، يعني الموضوع اصلا مش واقعي. فكري فيها، احنا شخصيتنا بتتبني ازاي، او ثقتنا في نفسنا بتتبني ازاي، او حياتنا عامه. يعني لازم نجرب، لازم نعافر، لازم نقع، لازم نتجرح علشان حاجه في شخصيتنا تتبني. يعني مثلا واحده ما تكونش بتعرف تتكلم ابدا، تتحط في كذا موقف يكسروها علشان في الموقف اللي بعديه تعرف ترد. عارفين تفهمين قصدي؟ مليون حاجه يعني لازم تحصل علشان تبقي الشخص اللي انت فيه دلوقتي. لازم وانتي يعني وانتي في المراحل الحياتيه دي افتكري انك انتي بتكبري. بتكبري دي معناها ايه؟ ان عقلك ده بياخد معلومات وبياخد تجارب كل يوم غير التاني. اليوم الواحد تستفادي بيه بحاجه، حتى لو مركزتيش في الموضوع. احنا بنصحى كل يوم ولو كأن في اي حاجه، بس كل يوم عمال بيفرق معاكي وانتي مش واخده بالك، في العشرينات بالذات، لانك انتي عقلك ده بيكتمل ازاي؟ بتبداي بقى تبصي اللي هو ايه ده، طب ايه الحاجات اللي انا بحبها، ايه الشغلانه اللي انا عايزه اشتغلها. هتعرفي منين غير لما تجربي؟ لازم تجربي ولازم تفشلي. افتكري الفشل ده بجد، علشان دي اكتر حاجه بتوجعنا احنا كعشرينات. اكتر حاجه بتوجعنا ان احنا نفشل، وللاسف دي اكتر حاجه بتحصل لنا. ايا كان بقى، فشل في الدراسه، فشل في الشغل، فشل في انك انت عايزه تعملي حاجه وفي الاخر ما بتلاقيش نفسك عارفه تعمليها، كل ده بيحصل في الفتره دي. فالبروباجندا او السوشيال ميديا اوقات بيهيئ لنا احنا في السن ده، يعني اللي هو الحاجات اللي هم بتوع عندهم 30 سنه، اللي عندهم اللي مثلا بيقعدوا 10 سنين عشان يعملوها، اعملوها انتوا في سنه. اللي هو يلا انت ازاي انت متاخر، انت قطر فاتك، انت ازاي متاخره كده، انت ازاي ما كسبتيش مليون جنيه لغايه دلوقتي، انت ازاي ما عملتيش. في فرق ما بين انك انت تاخدي الحاجه تبقى موتيفيشن ليكي، وان الحاجه دي تكسرك. في شعرايه كده في النص، انت لو ما عرفتيش تفرقي ما بين الشعرايه دي هتقعي. والمشكله انك انت هتفضلي تلعبي في عقلك وتقللي من نفسك وتفضلي تكسري
في نفسك كل شويه اللي هو انا فاشله انا فاشله، انا مش بعرف، انا ما عملتش، انا ازاي ما اتجوزتش، انا ازاي ما خلفتش، الناس القطر ما فيش قطر بيفوتك. المشكله ان فعلا ما فيش قطر بيفوت، احنا اللي عمالين بنحط القطر ده لنفسنا، احنا اللي عمالين بنحط ديدلاينز ويعني حاجات كده معينه في الليسته اللي احنا ما حققناش في التارجت. خليكم برضو واقعيين شويه، لما تحطوا فعلا ديدلاين عشان يبقى فيه مايلستونز وكده حطوها واقعيه، اسالوا الناس اللي حواليكوا. طبعا يعني لو حطيتوا تارجت معين حاولوا كده تحطوا اللي هو لو اقل شويه دي حاجه حلوه جدا، لو عملتوها حققتوها في اقل تمام، لو حققتوها في اكتر شويه عادي، تشوفوا ايه اللي انتوا ما عملتوش وتحاولوا تعدلوا عليه. السوشيال ميديا بتلعب في دماغك جدا، بطلوا تستخدموا الحاجه دي في ان هي تبوظ دماغكم. احنا دلوقتي هنجرب، هنعافر، هنسعى، وهناخد الرزق المكتوب لنا. افتكروا ده، هناخد الرزق اللي مكتوب لنا. فعلا العشرينات بتبقى مرعبه لان احنا بنتوه، بنبقى تايهين، بيبقى نفسنا في اجابات كتيره قوي. يا ترى مين اللي هيبقى معانا، مين اللي هيكمل معانا حياتنا، يا ترى هشتغل شغلانه ايه، يا ترى السنه الجايه هبقى فين، يا ترى هحقق الحاجه دي ولا لا. فتره العشرينات دي فتره موتره جدا جدا جدا، وحقيقي يعني للاسف اكتر ناس يعني بتتوجع ذهنيا، بيجيلهم اكتئاب، بيجيلهم اضطرابات نفسيه، بانيك اتاكس، كل ده في فتره العشرينات بتبقى اكتر حاجه، لان بنضغط نفسنا قبل ما الناس يضغطونا، بنضغط نفسنا وفعلا بيبقى نفسنا ننجح. يعني بنحس ان احنا لو ما اشتغلناش الفتره دي احنا خلاص. يعني هو ده حقيقي، في جزئيه فيه منه حقيقيه، ان فعلا فتره العشرينات دي هي اللي المفروض تجرب فيها وتقع وتعمل عشان تقف على رجلك. تقف على رجلك ازاي؟ انت مش هتقف يعني مفيش كده كل واحد السكيل بتاعه مختلف، بس فتره العشرينات دي هي اللي المفروض تتعبي فيها جامد، هي اللي المفروض تضحي فيها بحاجات، علشان ده اللي هيفرقك ما بين ناس وناس. يعني الناس مثلا اللي هي بتقعد شيل عادي جدا، بتبقى رجل على رجل، تنزل بارتيز، تنزل تعمل ايه وما بتشتغلش قوي، مختلفة شوية عن الناس اللي هي بتضحي بالخروجات، بتضحي بالمش عارفة ايه، علشان حاطة كل تركيزها في الشغل بتاعها، في الكارير بتاعها، في تعليمها، عايز تعمل ماسترز، عايز تخلص من الحاجات دي علشان لما تاخد خطوة لقدام تبقى متهيئة نفسيا، تكون جربت في سن صغير عشان لما تكبر تشكر نفسها. يعني لما تكبري هتشكري نفسك على اللي انت عملتيه في العشرينات. هو ده السن ده اللي هو الاوفر ثينكينج، الضغط النفسي، الانهيارات، كل ده اللي بيحصل دلوقتي. فعادي، فكل اللي انا بطلبه منكم دلوقتي خدوا نفس عادي، الحمد لله انت دلوقتي في خطوه كويسه. رتب اولوياتك، شوف كده ايه اللي انت محتاج تعمله. افتكر انك انت دلوقتي بتكبر، growing, your mind is growing, your physical appearance is growing, كل حاجه is growing. ناس تطلع بره حياتك، ناس تدخل حياتك، ناس بتمشي، ناس ناس جديده كل ده بيحصل. فعادي طبعا مسموح لك انك انت تتوجع او تزعل على الناس اللي مشيت، او على الحاجات اللي محققتهاش لسه، بس ما تقارنش. انا عارفه ان المقارنه صعبه جدا، يعني كلمه سهله ان هي تتقال، بس بجد ما تقارنش، لان المقارنه هي دي اللي هتقتلك. شوف انت واقف فين في حياتك، وشوف اللي معاك، وشوف هتعرف تعمل ايه بعد كده عشان تحقق اللي انت عايزه. اكتب الخطوات دي، شوف بجد، اسال الناس اللي حواليك، شوف حد مثلا وصل وقول له انت عملت ايه، تعبت قد ايه. ما تبصش على الصوره النهائيه، لا، كل شخص بيوصل لحاجه بيبقى فيه معافره رهيبه قبليها. اوكي، فافتكروا ان العشرينات دي you will get lost, you will get broken, you will suffer شوية, you will get hurt, you will fail, بس just remember that you will also grow, you will grow through them. هتكبر يعني احنا اصلا بنكبر، يعني الفترة دي اللي بنكبر فيها، احنا عقلنا ده بيتكون من الفترة دي. it's okay, just cut yourself some slack, okay? you got it بجد، بس بالراحة، وكل خطوة افتكرها كويس.